السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة وطالبات الصف السادس الابتدائي. هناخد مع بعض النهاردة الدرس الثالث في الوحدة الثالثة بعنوان التعدين والصناعة في وطننا العربي. أول حاجة هنبدأ بيها درسنا النهاردة هي المعادن في وطننا العربي. بنتكلم إن الوطن العربي عندي فيه الكثير من المعادن، بس اللي هنذكرها النهاردة ونبدأ اللي احنا نتكلم عليها ونبدأ اللي احنا نشوف بيبلغ كمان في الوطن العربي نحو قد ايه منها هو 3 حاجات: الذهب وخام الفوسفات والحديد. يبقى انا عندي كثير من المعادن في الوطن العربي، بس الامثلة اللي بنتكلم عليها النهاردة 3: الذهب وخام الفوسفات والحديد. ببدأ اول كلامي النهاردة معانا الذهب، وبيقول لي إنتاج الوطن العربي منه قد إيه؟ بيبلغ إنتاج الوطن العربي من الذهب نحو 3%، بس مش للوطن العربي بس، لأ، ده من جملة الإنتاج العالمي. يعني إيه؟ يعني اللي احنا كنا بنتكلم فيه في الدروس اللي قبل كده كنا بنقول إنتاج الوطن العربي من كذا، إنتاج الوطن العربي من الجاموس، إنتاج الوطن العربي من الأبقار، لكن أنا النهاردة عن خلال الوطن العربي، لكن النهاردة أنا الذهب بتكلم فيه من جملة الإنتاج العالمي. لما أنا بتكلم إن مصر، السعودية، الجزائر، الإمارات، الكويت، كل الدول العربية اللي عندي أو الوطن العربي اللي عندي بينتج من الذهب بس 3%. طيب 3% من إنتاج إيه أو بنقيس على إيه؟ قال لي من جملة الإنتاج العالمي، من جملة إنتاج العالم كله. طيب ايه الدول اللي عندي اللي بتكون اولى الدول العربية في انتاج للذهب؟ قال لي تحتل السودان المرتبة الاولى في انتاج العربي للذهب، وتليها يعني اللي بعدها مصر. يبقى انا عندي دولتين بيكونوا في القمة في انتاج الذهب، الاولى عربيا عندي السودان، وبعديها على طول مصر في انتاجا للذهب. طب ايه اهمية الذهب اللي عندي؟ قال لي يدخل في صناعة الحلي. الحلي دوت زي الغويشة، زي السلسلة، زي الخاتم، الكلام ده معناه تستخدم في صناعة الحلي. وكمان بيقول لي تستخدم ذرات الذهب في علاج بعض الامراض. ذرات الذهب ديت يعني حاجة صغيرة قوي تشبه حبة الرمل، بنبدأ اللي احنا نستخدمها علشان نعالج بيها وندخل معاها مواد اخرى علشان خاطر نعالج بعض الامراض. بعد كده بنتكلم عن الحديد، وبنقول لي ان احتلت موريتانيا المرتبة الاولى في انتاجه عربيا. يبقى الدولة الاولى انتاج عربي للحديد هي موريتانيا. يبقى نحو 3% جملة انتاج عالمي ذهب. طيب الدولة الاولى في انتاج الذهب السودان مرتبة اولى، بعد كده مصر. الحديد عندي موريتانيا في المرتبة الاولى عربيا. اهمية الحديد ايه؟ قال لي يستخدم في كثير من الصناعات الثقيلة والمنشآت والكباري. المنشآت ديت زي البيوت اللي عندي، الكباري زي اي كوبري بنعدي عليه بلاقي فيه داخل من ضمن صناعته حديد. بنحدث بعد كده عن خام الفوسفات. بيقول لي كمان ان انتاج الوطن العربي بيبلغ انتاج الوطن العربي من خام الفوسفات نحو ربع الانتاج العالمي. يبقى انا لحد دلوقتي عندي 2 بيخشوا عندي في الانتاج العالمي: الذهب ونحو 3% من جملة الانتاج العالمي، وعندي الفوسفات نحو ربع الانتاج العالمي. طيب ايه اولى الدول عندي عربيا في انتاج الفوسفات؟ قال لي المغرب أولى الدول العربية إنتاجا له. طب أهميته إيه؟ قال لي يستخدم في صناعة الأسمدة والمبيدات. يبقى الفوسفات عندي بتخش في صناعة الأسمدة والمبيدات، الأسمدة الكيماوية والمبيدات الحشرية. ده بالنسبة لخام الفوسفات. طب انا عندي مصادر للطاقة. قال لي ده الدرس عندي بيقول لي اسمه التعدين والصناعة في الوطن العربي. طيب عندي مصادر طاقة في الوطن العربي؟ طبعا عندي الوطن العربي غني بمصادر الطاقة، وبتنقسم كمان عندي النوعين: مصادر الطاقة المتجددة يعني مهما اسحب فيها هتكون عندي منها تاني، ومصادر الطاقة الغير متجددة.
مصادر الطاقة عندي المتجددة بيتوسع الوطن العربي في إنتاج الطاقة المتجددة. بطلق كمان على الطاقة المتجددة إن هي طاقة نظيفة، ما بتعمليش عوادم، ما بتعمليش غبار، ما بتعمليش أي حاجة تضايق صحة الإنسان أو حتى اللي هي تضايق البيئة، يبقى عامل لي أي مشكلة في الغلاف الجوي، يعمل لي أي مشكلة في المناخ. لا، هي طاقة نظيفة ما بتضرش حد. طب زي ايه الطاقة المتجددة؟ قال لي كل حاجة اقدر اللي انا استخدمها وتجيلي تاني منها. زي ايه؟ قال لي زي الطاقة الكهرومائية اللي احنا من خلال المياه اعرف ان انا اطلع كهرباء، دي هي الطاقة الكهرومائية. والطاقة الشمسية زي ما تحدثنا عنها قبل كده، ان من خلال الشمس اقدر ان انا اخزن بيها واقدر ان انا استخدمها في الكهرباء، اقدر ان انا اعمل منها سخانات شمسية تنزل لي مية سخنة من غير ما استخدم غاز او استخدم كهرباء، اقدر من خلالها استخدم الكلام دوت من الطاقة الشمسية. طاقة الرياح، والرياح عندي بستخدمها في كذا حاجة. ابسط دليل على اللي انا ممكن استخدمه في طاقة الرياح هي المراكب الشراعية، المراكب اللي هي بتمشي بالشراع، ده ممكن ان انا استخدم طاقة الرياح من خلالها. انتاج كمان غاز الهيدروجين الاخضر، وده احنا اتكلمنا عنه في منهج سنة 5 ابتدائي. طيب ايه هو الهيدروجين الاخضر؟ الهيدروجين الاخضر هو اللي انا ممكن افصل من خلاله الهيدروجين عن الاكسجين. المية عندي هي H2O، ذرتين هيدروجين وواحدة اكسجين اللي هو تكوين المية. طب هفصل ازاي؟ بفصل ذرة الاكسجين عن ذرتين الهيدروجين، في الوقت دوت بينتج لي غاز الهيدروجين الاخضر. طيب مصادر الطاقة الغير متجددة اللي انا هاخد منها النهاردة كمان شوية هلاقيها خلصت عندي حاجتين ممكن اللي هما يخلصوا عندي في مصادر الطاقة الغير متجددة. عندي اول حاجة بتكلم عليها النهاردة هي البترول. البترول عندي بينتج الوطن العربي اكثر من ربع الانتاج العالمي. يعني انا عندي نحو زي ما احنا عندي فوق وعندي اكثر، عندي نحو وعندي اكثر. نحو ربع الانتاج العالمي هو خام الفوسفات، اكثر من ربع الانتاج العالمي هو البترول في مصادر الطاقة الغير متجددة. طب مين اولى الدول العربية انتاجا للبترول؟ قال لي المملكة العربية السعودية. اولى الدول انتاجا للبترول عربيا هي المملكة العربية السعودية. طيب انا عندي كم الانتاج العالمي في الدول العربية؟ قال لي ربع الانتاج العالمي. بس انا مش فاهم يعني ايه الانتاج العالمي. الانتاج العالمي دوت احنا عندي في وطن العربي، عندي مصر، عندي المغرب، عندي موريتانيا، عندي الصومال، عندي الكويت، عندي الجزائر، كل ده دول عربي. بجمع كلنا بننتج قد ايه من البترول واقول عليه ربع، اقول عليه نص، اقول عليه 3% زي ما خدنا في الذهب. كل دولة عربية عندي او مجموعة الدول العربية عندي دي بقول عليها انتاج الوطن العربي، بقول كل الدول، ما بقولش دولة معينة. عشان كده بقول يبلغ انتاج الوطن العربي، انا ما حددتش دولة. لو قلت يبلغ انتاج الوطن العربي كله 3% من جملة الانتاج العالمي، من الانتاج العالم كله، الوطن العربي الدول العربية تنتج 3% بس. لو قلت ربع الانتاج، ما هو دوت انتاج الوطن العربي، الدول العربية كلها بتنتج قد ايه من الانتاج العالمي كله. لو قلنا فوسفات فبقول نحو ربع الانتاج، لو قلنا بترول فبيقول لي اكتر من ربع الانتاج العالمي دول الوطن العربي بتنتجه. طب ايه اكتر دولة بتنتجه في الدول العربية؟ قال لي السعودية، اولى الدول العربية انتاجا للبترول. بنتحدث بعد كده عن الغاز الطبيعي. بيقول لي ينتج الوطن العربي، احنا اتفقنا كلمة الوطن العربي يعني الدول العربية كلها، مش دولة او اتنين، كلهم اتحادهم كلهم بينتجوا نحو 17% من الانتاج العالمي للغاز الطبيعي. الوطن العربي اللي هي الدول العربية بتنتج 17% من الانتاج العالمي من العالم كله للغاز الطبيعي. طب اول الدول في الوطن العربي اللي بتنتج الغاز الطبيعي مين؟ قال لي قطر. تأتي قطر في المرتبة الاولى عربيا في انتاج الغاز الطبيعي.
بعد كده بننتقل للصناعة في الوطن العربي. مقومات الصناعة، يعني ايه مقومات الصناعة؟ يعني الحاجة بتخليني اقدر اللي انا اصنع الحاجة دي عندي هنا في الوطن العربي، في اي دولة عربية عندي. قال لي للوطن العربي لديه مقومات عديدة، حاجات كتيرة بتساعده لإقامة صناعة عربية. منها ايه؟ قال لي المواد الخام، المعدن اللي انا اعرف اطلعه من باطن الارض، ده عندي مادة خام. مصادر الطاقة اللي عندي زي البترول والغاز الطبيعي. توفير الايدي العاملة الماهرة، الايد الشاطرة اللي انا اعرف من خلالها اصنع حاجات كويسة. شبكات النقل والمواصلات، ان انا من خلال طريق لطريق اخر اعرف ان انا اوصل الحاجة بسهولة. رأس المال، الفلوس اللي عندي في الوطن العربي اللي اعرف اعمل منها صناعة. الاسواق اللي انا بقدر اللي انا اعرض حاجتي في اماكن الناس تعرف تشتريها. طيب عندي انواع للصناعات في الوطن العربي طبعا، وبتنقسم عندي لنوعين: صناعات استخراجية وصناعات تحويلية. معنى كلمة استخراجية اللي انا بخرجها من مكان، دي معنى كلمة صناعة استخراجية. وتحويلية انا عندي المادة الخام، عندي المعدن نفسه، لكن بحوله اللي انا اعرف استخدمه. زي ما احنا ممكن نقول انا عندي معدن الحديد وهو طالع من باطن الارض، مش هعرف استخدمه في حاجات غير لما احوله بقى اللي انا اعمل منه كوبري، احوله اللي هو يبقى عيدان حديد اعرف اللي انا ادخلها في البيوت، في صناعة البيوت. دي اسمها صناعة تحويلية، وهنتعرف عليها بتفاصيل اكتر من خلال الدرس. بيقول لي او بيكلمني عن صناعات استخراجية تتمثل في استخراج المعادن ومصادر الطاقة. انا بخرج الحاجة من باطن الارض زي المعادن ومصادر الطاقة. زي استخراج ايه؟ قال استخراج الذهب، ده بيدينا مثال عن استخراج المعادن. وبيقول لي بترول، ودوت هنا مثال عن مصادر الطاقة. كمان بيكلمني عن الصناعات التحويلية، يتم من خلالها تحويل المواد الخام اللي هو المعدن اللي طالع لي او البترول او الغاز الطبيعي اللي طالع لي، لتصبح منتجات صالحة للاستخدام. هبدأ اللي انا اظبطها واحولها عشان اعرف استخدمها. اكيد مش هطلع معدن الذهب من باطن الارض وهلبسه، لازم اللي هو يبدأ اللي هو يتصنع عشان اعرف اللي انا استخدمه. زي صناعة ايه؟ قال لي الصناعات التحويلية عندي مثال عليها زي صناعة الحديد والصلب. طيب عندي حاجتين لازم ناخد بالي منها. أهمية الصناعات في الوطن العربي بتفيدني في ايه غير أهم الصناعات في الوطن العربي؟ أهمية الصناعات في الوطن العربي بتفيدني في ايه في الوطن العربي؟ قال لي تعد الصناعة من أهم الأنشطة الاقتصادية في الوطن العربي. ليه؟ قال لي تسهم بثلث الدخل القومي في الوطن العربي. التلت باخد منه التلت اللي في الوطن العربي، بدخل فلوس للتلت في الوطن العربي من الصناعات. كمان انا لما ابتدي اللي انا اطلع الحاجة من باطن الارض وابدأ اللي انا اصنعها وابدأ اللي انا ابيعها، كل دي هبقى محتاج فيها مواطنين وعمال يساعدوني، فبوفر فرص عمل. طب الصناعات ناس كتير بيشتغل فيها، قال لي يعمل فيها نحو 22% من حجم القوى العاملة، من حجم الناس اللي بتشتغل في الوطن العربي. عندي 22% فيهم بيشتغلوا في الصناعات. طب ايه اهم الصناعات؟ احنا اتكلمنا عن الاهمية اللي هي بتمثل ثلث الدخل القومي في الوطن العربي وتوفير فرص عمل، ويعمل فيها نحو 22 من حجم القوى العاملة. اهم الصناعات بقى، اهم الحاجات اللي انا عندي بتتصنع، قال لي صناعة الحديد والصلب وصناعة الاسمنت. يبقى تتعدد الصناعات في الوطن العربي، توجد فيها ايه؟ عندي حاجتين: صناعة الحديد والصلب وصناعة الأسمنت. صناعة الحديد والصلب مين الأولى فيها؟ قال لي تحتل مصر المركز الأول في إنتاجهما عربيا، لكن الأسمنت تأتي السعودية كأولى الدول العربية إنتاجا له. طب عندي صناعات تاني؟ قال لي قال لي بالإضافة إلى صناعة البتروكيماويات وتكرير البترول وصناعة المنسوجات.
لو اتكلمنا عندي على البترول او المنسوجات تكرير البترول، طبعا البترول لما بيطلع من باطن الارض بيكون فيه شوائب، فبكرره وابتدي اللي انا اشوف فيه الشوائب، ابدا اللي انا اظبطه وابدا اللي انا احطه في اسطوانات علشان ابدا اللي انا اوزعه. وصناعة المنسوجات عندي زي المنسوجات اللي انا بعرف اللي انا اعملها بايدي، زي ما خدنا سنة رابعة لو احنا فاكرين السجاد اليدوي. بيقول لي كمان عندي مشكلات تواجه مجال التعدين والصناعة في الوطن العربي. زي ايه؟ قال لي يواجه وطننا العربي بعض المشكلات في مجال التعدين والصناعة، منها استيراد الآلات والمعدات من الخارج، ان انا ما عنديش الآلات والمعدات اللي انا بستخدمها عشان اصنع جوه عندي في دول الوطن العربي، لازم ان انا استوردها من دول الخارج، الدول الأوروبية. كمان بعض مناطق الانتاج عن بعض مناطق الانتاج عن مناطق الاستهلاك. انا بنتج في منطقة صناعية مثلا زي منطقة العاشر من رمضان، عشان اوزع المنتج بتاعي او الصناعة بتاعتي ديت عشان تروح زي محافظة الجيزة، زي محافظة القاهرة، بتكون المسافات عن بعض بعيدة، فعشان كده بيقول لي بعض مناطق الانتاج عن مناطق الاستهلاك. بيقول لي كمان الاعتماد على الصناعات الاستخراجية، الحاجة اللي انا ببدأ اخرجها زي المعادن من باطن الارض عشان اصنعها بتاخد وقت وبتاخد مجهود، فعشان كده انا الاعتماد على الصناعات الاستخراجية بتعمل لي انا مشكلة. كمان عندي نفاد بعض مصادر الطاقة الغير متجددة. انا النهاردة ممكن اكون عندي بير بترول، لكن بكرة ممكن يخلص، فعشان كده في المستقبل احنا خايفين من نفاد بعض مصادر الطاقة زي البترول. طيب عندي جهود للوطن العربي او الدول العربية لتنمية التعدين والصناعة. قال لي طبعا اول حاجة تبذل الدول العربية جهودا لتنمية التعدين والصناعة، مثل قال لي الاهتمام بالتعليم والبحث العلمي في مجال التعدين والصناعة. ببدأ اللي انا اعلم الناس اللي عندي، وابدأ كمان اللي انا اعرفهم منذ الصغر، زي ما بناخد النهاردة الاهمية بتاعة التعدين والصناعة عشان اطلع فاهمها، عشان لما اشتغل فيها اعرف اللي انا انتج واكون ايدي ماهرة. بعمل كمان ابحاث علمية، ابدأ اللي انا اقرا في كتب واقرا في مصادر واقرا في حاجات علشان اعمل بحث كويس افيد في مجال التعدين والصناعة عشان غيري يستفيد بيه، ونبدأ اللي احنا ننهض بالصناعة. دي من ضمن جهود الدول العربية لتنمية التعدين والصناعة. تحديث البنية التحتية وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة. البنية التحتية ديت زي ايه؟ قال لي ببدأ اللي انا احط تحت شبكات زي الصرف الصحي، زي الكهرباء، زي المية، بتكون تحت الارض، علشان لو الحاجة ديت مثلا مش سليمة ممكن اللي هي تبوظ لي الارض، ما اقدرش اللي انا انقل الحاجة بتاعتي، ما اقدرش اللي انا استفيد كويس من الارض ديت. يبقى تحديث البنية التحتية مهم بالنسبة لي في الوطن العربي. وزيادة كمان الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة اللي هي ما بتضرش بصحة الإنسان، زي الشمس، زي الرياح، زي الطاقة الكهرومائية اللي اتفقنا اللي هي بتيجي من المية. كل دي طاقات نظيفة ولا هتضر بصحة الإنسان ولا هتضر بالبيئة. إنشاء كمان مدن ومناطق صناعية ذكية، زي ما اعتمدنا مثلا في الزراعة اللي أنا بعتمد على الموبايلات أو اللي أنا اعتمد على الذكاء الاصطناعي أو الكلام دوت. أعمل كمان مدن ومناطق صناعية ذكية تعتمد فيها على برضو الحاجات الحديثة زي الموبايلات وزي الأجهزة الحديثة. استخدام التكنولوجيا الحديثة. كمان بنتكلم عندي التنمية الصناعية والطاقة النظيفة، نتيجة علشان عندي توسع هائل في الصناعة، مش زي الأول عندي مصنع أو اتنين، لأ أنا بقى عندي مصانع كتيرة عشان خاطر أنتج صناعات، فدوت بيأثر لي للأسف سلبيا عندي على الصحة وعلى البيئة. صحة الإنسان هتتعرض طبعا من عوادم المصانع، والبيئة كمان هتغير لي المناخ من الجو المتقلب بسبب المعادن أو بسبب الغبار اللي بيكون في الجو. طيب ايه اللي حصل؟ قال لي اتجهت كل من مصر والإمارات والسعودية وقطر، الأربع دول دول اتجهوا للتوسع في الصناعة الخضراء. ايه هي الصناعة الخضراء؟ قال لي الصناعة دي بتعتمد على
الاستثمار الامثل للموارد المتجددة، بدل ما انا كل اللي انا بعمله بيبدأ على البترول والغاز الطبيعي والحاجات اللي بتخلص، لا، استخدم الشمس، استخدم الرياح، استخدم الحاجات ديت، هتكون احسن بالنسبة لي. الحد من المخلفات، المصانع تبدأ اللي هي تطلع لي مخلفات وتبدأ اللي هي تلوث البيئة، انا ببدأ من خلال دوت اعمل اعادات تدوير علشان ما يكونش فيه مخلفات كتيرة تضر عندي البيئة. قال لي اعادة، زي ما احنا لسه متكلمين الحد من المخلفات اللي احنا نقللها بإعادة التدوير، جه هنا قال لي هو إعادة تدوير للتقليل من التأثير السلبي، بقلل من حاجات التأثير السلبي للصناعة على الصحة وعلى البيئة. كمان أدركت التنمية الصناعية المستدامة والشاملة ضمن الأهداف، يبقى أنا عندي إدراج التنمية الصناعية المستدامة الشاملة ضمن الأهداف. طب أهداف إيه؟ قال لي أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 اللي هي عام 2030. أنا بنسهل على بعض بس فبنقول عليها 2030، عايزين نقول عليها 2030 ماشي. طب نظرا لإيه؟ قال لي لما لحق بالبيئة من آثار سلبية بسبب اللي حصل في البيئة اللي هي بتؤثر سلبي، تبدأ البيئة تتضر من المخلفات الناتجة عن عمليات التصنيع التقليدية، اللي أنا ببدأ أصنع فطلع دخان، فده بيضر عندي البيئة. طب عندي ايه مثال على المدن المستدامة صديقة البيئة اللي ما بتعمليش اي عوادم؟ قال لي اخترنا مدينة العبور عشان نأهلها تكون معانا كمدينة مستدامة صديقة البيئة، ما تكونش فيها اي اضرار على البيئة، لتوفر عدد من المقومات، حاجات بتساعدني تكون في مدينة العبور فيها، حيث انها تتوفر فيها المرافق والبنية التحتية. المرافق ديت زي النور والغاز والكلام دوت، البنية التحتية اتفقنا عليها، وكمان هي مدينة سكنية صناعية فيها ناس ساكنة وفي نفس الوقت هي فيها مصانع، كمان فيها صناعات كبرى، مصانع كبيرة وبرضو فيها متوسطة وصغيرة من قطاعات صناعية. يعني قطاع صناعي مثلا هنا عندي قطاع كبير زي الحديد والصلب، جنبه مثلا مصنع اللي هو بيعمل لي اي حاجة تاني بتكون صناعة صغيرة، نقول مثلا زي ألعاب الأطفال. يبقى الصناعات الكبرى قلنا زي مثلا حديد والصلب، المتوسطة ممكن نقول زي لعب الأطفال، الصغيرة ممكن نقول زي صناعات الصابون. من قطاعات صناعية متنوعة أيا كان بقى الصناعة اللي عندي ايه، يمكن إعادة توجيهها لتصبح صناعات خضراء يحتذي بها. بعد كده بنتحدث عن عيد العمال. يوم العمال العالمي أو عيد العمال، الاتنين نفس المعنى، هو احتفال سنوي، احتفال بيحصل كل سنة، يكون في دول عديدة في كذا دولة عربية، احتفاء بالعمال، اللي أنا بحتفل بالعمال. طب ده بيكون امتى؟ قال لي في اليوم أو في الأول من مايو من كل عام، 1/5 في كل عام، يوم 1 في شهر مايو كل سنة. تاريخه قال لي يعود عيد العمال في أصله إلى عام 1869، عندما طالب العمال في الولايات المتحدة سنة 1869 كانوا عايزين بيكون في تحسين أحوالهم ورفع الأجور، يعني ياخدوا مرتب أعلى وتخفيض ساعات العمل، مكان ما كانوا بيشتغلوا 12 ساعة يبتدوا هم يقلوا ساعات العمل ل8 ساعات 6 ساعات على حسب كل منشأة وكل عمل. طب ايه هي منظمة العمل العربية؟ قال لي أصدرت العديد من الاتفاقيات لتنظيم الجوانب المتعلقة بالعمل لضمان حقوق العمال. يبقى منظمة العمل العربية ديت عملت تنظيم لكذا جانب، بس الكذا جانب دول متعلق بالعمل عشان نضمن حقوق العمال. منها ايه؟ قال لي اتفاقيات بشأن المرأة العاملة، يعني الست اللي بتشتغل بنبدأ اللي احنا نعمل لها اتفاقيات عشان ما يكونش العمل مرهق عليها، واخرى بشأن تأهيل وتشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة، الناس اللي هم ليهم ظروف خاصة في الشغل او كده، ابتدينا برضو اللي احنا نشغلهم بس ما يكونش في مشكلة عليهم في الشغل. زي ما احنا متعودين عندي في الملزمة ان احنا في السؤال الاول بتاع س وج دوت اللي هي اكمل العبارات، بنبدأ نحط ايه الدول او اللي بتحتل المراكز الاولى تحت بعض، وهي برضو هنا النسب بتاعتنا عشان ما نبدأش اللي احنا نتلخبط.
دوت عندي اهو. فاكمل العبارات الاتيه. بعد كده اكتب المفهوم. بنبدا اللي احنا نعكس، بنقول ايه هي الدوله اللي بتحتل المركزه الاولى او المرتبه الاولى، وبنطلب مننا اللي احنا نعرف ايه هي الصناعه المطلوبه عندنا. عشان برضو ما نتلخبطش، هتلاقوا من ضمن الاسئله في اكتب المفهوم هتلاقيني حاطه نحو ربع يبقى خام الفوسفات، اكثر من ربع خام البترول او البترول، نحو 17% الذهب، 3% احنا اتفقنا ل 17% الغاز الطبيعي، 3% الذهب عندي. وده انا معلمهولكوا اهو في الاسئله باللون الاصفر عشان تعرفوا الفرق ما بينهم. بعد كده بنبدا نتكلم عن صح وغلط، برضو فيها كام سؤال. وبنتكلم بعد كده على بما تفسر أهمية الذهب والحديد والفوسفات والصناعات، وأهمية الصناعات عندي ايه في الوطن العربي. وبعد كده كمان بنتكلم بعد بما تفسر، بنتكلم في قارن ووجه المقارنة امتى بتكون دول منتجة، وساعات بنطلب كمان الصناعات اللي بتخش فيها. وبنختم عندي السؤال 45 بسؤال دلل. ده اللي موجود عندنا في ملزمة النهاردة. طب الملزمة هنلاقيها فين؟ بنلاقي الملزمة بتاعتنا في أول كومنت مثبت على اليوتيوب. لو احنا على الفيسبوك بنلاقيها فوق الفيديو على طول. طب انا مش فاهم حاجة او في سؤال في اي كتاب خارجي واقف قدامي في الهومورك، ببدأ ان انا بكتبه في اي كومنت او على رسائل الصفحة عندنا في الفيسبوك. شكرا لكم.